السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا ويا مرحبا بكم ببودكاست نبرات الولاء. اليوم نحكي عن الخدمة الحسينية وعن الخدمة في المواكب الحسينية وعن الخدمة على المنبر الحسيني، لكن بطريقتنا الخاصة البسيطة. اليوم ويانا عم الخدمة، عمنا وعم خدام الإمام الحسين أبو رياض الصبيحاوي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم يا حبيبي. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. قواك الله على التعب والخدمة والمجالس القبول إن شاء الله. الله يتقبل أعمالك إن شاء الله. عماني أحكي عن نفسي، وأني صغير، أني متكلم منير القرلوسي، كنت أحضر مجالس في حسينية الأنصار. نعم. أشوف العم أبو رياض الصبيحاوي يعني على المنبر وصوته يصدح. الحمد لله. أنت منذ نعومة أظافرك، يعني مثل ما نقول، بديت بالخدمة الحسينية. شلون اجيت للخدمة وشلون خدمت ووين خدمت بالضبط؟ الحمد لله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. عظم الله أجرك. ونرفع التعازي إلى بقية الله في أرضه والعالم الإسلامي وشيعة ومحبي آل بيت محمد. نعم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك قمر العشيرة والفضل العباس. السلام عليك وعلى جبل الصبر زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. أحسنت. ملا حبيبي، بالنسبة للخدمة الحسينية ما تجي عن فراغ، مستحيل. أو ما تجي موهبة مثل هيك محب يحب، لا. الإمام صادق قال عليه السلام: إذا أراد الله بالإنسان خيرا قذف في قلبه حب الحسين. أكيد. إحنا من كنا أطفال وبالابتدائية أنا ما تركت هذا الطريق أبدا. يعني خاف أقول لك ضوجت حتى أهلي، هالقد ما أسمع قصائد وعندي مكتبة خاصة وهذه، بس أنا بعدني صغير تعرف. نعم. وصل عمري 14 سنة، صادفت 6 محرم 68. من 68 استوى نظام صدام، كان الله. البكر وياهم استلموا السلطة. احنا بعدنا نقرأ، كان يعني نقرأ الحمد لله، مواكبنا ومجالسنا مستمرة. فقريت بجامع قريب على جامع شيخ بدر. نعم. موكب شباب النورين الحسن والحسين إلى المرحوم الحاج لايك الله يرحمه هو وولده جزاهم الله خير. الله يرحمه إن شاء الله. منا انطلقت الشرارة، لأن كنت من يقولوا لي تعال اقرأ كذا أخاف، فشفت رؤية، يعني الرؤية طمنتني. يعني هي الخدمة أنت بديت بها لو أكو أحد مثلا ساعدك عمي؟ لا ما حد ساعدني. ماكو أحد مثلا قال لك يا أبو رياض أنت صوتك حلو؟ أي. والمنبر مكانك اي نعم، هو يقولوا لي بس اخشى أي. المنبر، يعني تاخذنا الرجفه اخاف. يعني ماكو فد شيء يشجعني عبال هالمنبر، فد شيء يعني الى هيبته والى وزنه. أكيد. فانا شلون يعني ولا شاب وصغير 14 سنه بعد ما يبلغ الحلم من قولته احنا يصعد قدام هاي الناس وحضور، وقبل يعني الناس تجي متلهفه، مو بس هيك مجرد يدورون غير قضايا. مجالسنا القديمة تختلف عن مجالسنا هسه. نعم. شنو الاختلاف اللي بين من اذكرها ابكي، يعني تعذر سبحان ما الله. اقدر على يعني الروحية، المصداقية، الكلام، الروحية. حتى اللي يبذل، حتى اللي يحضر، ما يحضر جاي مجرد يخلص وقت بيساع الخطيب بيساع الراديو، لا جاي واسي، عنده فاتحة وجاي واسي. نعم. يعني اعرف انا اشوف جماعة يجون حب المجلس يشابكون يبكون. نعم. واحد يقول لا عظم الله اجرك. ونشأنا وهي هاي الناس، لقينا الطيبة، لقينا المودة، الإخلاص، التفاني بالعمل، التضحية. واحد يسمح يعني مو مع العلم لا عندنا قنوات ولا عندنا مثل روابط ولا عندنا هاي الإنارة وهاي النعمة هسه هاي جليل. أكيد هاي لا شك هاي نعمة. نعمة رادنا بها. شكران هاي شبابنا، أنا أحسدهم والله العظيم. أي. قلت لهم والله لو بوقتنا الظروف هسه تغيرت. اليوم اكو مدرسة تعلم الرادود، اليوم اكو مقام يعلمونه، اكو ايقاع يعلمونه، كل التفاصيل تقريبا صارت سهلة، مو مثل قبل. يعني الرادود من يقول ولا اليوم أنت تجي تقرأ عندنا هي. يصير على صفحة يقول يبكي. هي. يقول أنا شنو أنا اليوم أقرأ يبكي حزنان. صاحب عزة، ويروح يبدل ويروح يكشف ويروح يخلي غير أمور بوجهه لا لابس عقاله خلي عقاله برقبته. إذا قضية خولية العاشر لا تسولف، هي مصائب على أهل البيت. هي عاشور ومحرم هو
قالت واحدة من بناتي من كانت صغيرة فاطمة تقول لي بابا ايش وقت تجينا العيد الأسود؟ اي شوف شلون يعني سبحان الله. فخدمتنا قبل ولا كلام شوي يطول وياك. لا بالعكس، خذ راحتك. خدمة صادقة ما بها تلوث، ما بها يعني عجوب ورياء وهاي، لا هي نفسها الموجودة عندنا مثلا هي نفسها، وما طلبنا وردنا ومثلا واكو امور غرتنا مثلا قلنا هاي نقراها على مود هذا، او القصيدة اقراها واجي جماعتي لا ما هي هاي انت تنزل دموعك على وجهك. صح. وهذا قبول الناس. زين اليوم احنا اكيد كل رادود من يجي قبل محرم بايام او اسبوع او شهر يحضر. اليوم شنو مدى تحضير القصيده بالنسبه لك يا ابو رياض؟ هم تحضر انت بهذا العمر هاي الخدمه؟ انا ما اشوف يعني ابو رياض الصبيحاوي او مثلا اشخاص مثل ابو رياض الصبيحاوي يعني يعد ذاك الاعداد المحرم. بعد ما اعرف، انا احكي عن نفسي اكيد انا احتاج انه اقعد ويا نفسي احضر، اخلي القصيده، اخلي الكلام. بس ابو رياض عنده خزين. اي والله ولا انا اقول لك شلون تقوله صحيح. احنا كنا متفرغين بس للخدمه. نعم. ما عندنا مشاكل. انت متفرغ للخدمه. اي. وكنا من نسمع نحفظ. هاي اهم شيء. انا اقول له حتى قلت لهم هسه الولد الرواديد يعني دائما اقول لهم بابا حفظوا، هاي كل شيء متوفر عندكم، هالموبايل عندكم كذا، حفظوا حتى من تجي على المنبر انت مسيطر. القصيده مو الا بالورقه، هاي الورقه هيك على مود اكو بعض تنسى. انت خلي قلبك مع الحسين، مع القصيده، مع الحدث، مع المصيبه، ولا تقرا لي مثل اليوم للعباس عليه، تقرا لي على مسلم، او اليوم للزهراء تقرا لي على طوعه، تقرا لا المناسبه اكدوها. لا كانت منبريه، ولو المنبريات قليله عندنا مع الاسف. اي حاليا هسه بعد المنبريه تقريبا صارت بس للمحافظات الجنوبيه. لا ليش يعني كربلاء، نجف. ليش بالعكس يعني بغداد قليله يعني. هي القعديه محاضره، وشنو هي روايه. هي روايه كانما شلون الشيخ من صلى الله عليه وسلم قال كذا وينزل بالحديث. بالضبط. قصيده نفس الشيء. اما انا اقطع كلامك بخير. اليوم انا وياك نسولف عن القصيده المنبريه. القصيده المنبريه شنو اختلافها عن قصيده اللطم؟ حتى الناس تعرف يعني. انا وياك نعرف ان شاء الله. المنبريه الناس اللي قاعده اول شيء ما بها وقوف، قاعده. نعم. فاللي قاعد شو يسوي؟ يصغي للكلام. اي. ايش تحكي انت بالقعديه؟ يسمع يعرف معناها. زين. اللطميه لا، مرات هذا يلتهي باللطم ما يخلي باله. اي يلتهي، يرفع ايده وينزل ويلطم. يعني ما يخلي باله. حتى انا دائما اسالهم قلت صار لك ساعه تلطم وسريع تصيح وكذا، ايش قال الرادود؟ حكى ايش قال؟ اي. قال ما منتبه لك، كانت من منتبه، كانت عليش طمت. هذا البكاء منين هالبكاء؟ هذا البكاء اللي نشوفه بالمجالس مثلا، نشوف هذا بعد الله يعلم فيه. ان شاء الله الدمعه مقبوله بجاه محمد والي محمد. امين يا رب العالمين. اي انا يعني قبل عشت ويا ناس هو يمشي بو على الاعلام ويبكي، بو على الاعلام ويبكي. هذا شو تخلي له؟ انا شفت واحد يعطونه مي يلزم المي يبكي. هاي وين؟ صح. ليله العاشر ليله 11 الناس كلها تطفي بيوتها، تجي على القطاع تلقى اظلم شموع. صح. هسه ما موجوده هاي. انا هاي شفتها بالناصريه. سنه من السنين خدمت بالناصريه، دخلت يعني صراحه يعني يم اهل الموكب. اول يوم الامر طبيعي، ثاني يوم، ثالث يوم، الى حد ما وصلنا رابع يوم، خامس يوم، قبل يعني ليله سيدي ومولاي ابو الفضل عباس السلام الله عليه. يعني باوعت وجوههم اختلفت. يعني كانما بدا العزاء عندهم، بدا المصيبه بدت عندهم. وجوههم ما تضحك، لا ماكو ابتسامه على وجوههم. اليوم السابع عندهم. لحد ما انا يعني تخيلت انه اكو شيء صاير بدر من عندنا يعني اتجاههم. حتى سالت الخطيب اللي كان في وقته وياي الله يذكره بالخير، قلت له شيخنا شنو الموضوع؟ الجماعه ما يضحكون بوجوهنا. قال احنا بفاتحه ماكو ضحك. فهذا نستشهد به عن البكاء. الامام زين العابدين عليه السلام 35 سنه عاش بعد والده. يقول الامام الباقر يقول ما شفت له سن ابوي ما ضحك بين سن. اذا شرب الماء بكى، يعني اختلط دمعه ويا الماء. هم قضيه الحسين مو قضيه قصيده وورقه وصريخ، لا. قضيه الامام الحسين قضيه جوهريه، قضيه يراد لها نعمه وشكران، لان الحسين هو وجهنا للطريق الصحيح.
من خلال الحسين كل شيء نعرف، من خلال الحسين نعرف التضحية. الحشد ليش انتصر؟ ليش الله نصره؟ الحشد منين طلع؟ من هاي المجالس طبعا، من هاي الدمعة، من هاي الدمعة، من هاي اللطمة. طلع جيل يبيض الوجه. بلدنا بعد احنا هسه امنا بلدنا، لا سامح الله اذا تعرض بشيء عندنا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ما نشغل بالاخبار، لبسوا القلوب على الدروب، ما نشغل بالاخبار، خلي يطي راسه بالحائط. عندنا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، راحوا ب10,000 بيجوبهم. رحنا زرنا المواقع 3 سنوات احنا وياهم، ازور المواقع، ودينا شغلات دعم لوجستي، والله ما عندهم. والله واحد من الشباب وانا قاعد يمه كل ساعه ودق التليفون ماله، قلت له ما تجاوب ليش هيك؟ قال هذا والدي. ما يريد يجاوبه. قلت له ما تجاوبه، قال لا مو اليوم عرسي. الله أكبر. ويقول لي بس تعال تزوج وارجع. هو اي قصص عمي. يا قصص يا قصتي. احنا وصلنا احنا وين جبنا قضيه الحسين؟ نعم. هذا منين انطلق؟ من قضيه الحسين. اكيد. شاف الفداء والتضحيه والصمود والتحدي والايثار اكيد. هذا الحسين. احنا هسه وصلنا الفاصل، ان شاء الله نروح فاصل ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا وياكم ببرنامج بودكاست نبرات الولاء، ويانا عمي الطيب ابو رياض الصبيحاوي. طيب الله يحفظك من الله. الله يبارك بعمرك ان شاء الله. الله يسلمك. عمي اليوم اكو اليوم كل خادم له نظره. نعم. الامام الحسين ينظر بنظره خاصه لخادم عن خادم ثاني، يعني بتفاوت. حسب النيه. نعم. حسب النيه، اكو ناس تجي اسقاط واجب. او مو يم الموضوع، اذا خلص محرم حتى القصائد يشمرها. ما له علاقه بالخدمه. هذا ما ينظر الامام الحسين، ما ينظر له. اي جاي يؤدي ممارسه ممارسه حلو وكذا وهذه بالضبط. بس اذا خلصت محرم شلون عباد رمضان يصوم ويصلي برمضان، بس اذا خلص اجى العيد. والمخلص شلون؟ راحت. المخلص يكون 24 ساعه في حزن، 24 ساعه مع الحسين، ما ينسى نفسه. احنا هاي هم العالم هم تلومنا، تقول لك هذا 24 ساعه خليه يلوم نفسه. اي لان الله ما مطيه هاي النعمه لعندي، خليه يلوم نفسه. ليش انا محزين 24 ساعه ودمعتي بعيني؟ ليش هو ما يقبل علي؟ لا، خليه يلوم نفسه وخليه يدعي من الله ان يكون يسوي مثلي. هيك ولا حبيبي؟ ولي يلوم نفسه. يا ايها الناس عليكم بانفسكم. اليوم الناس تقول، انت تقول لي الحسين عبره وعبره. نعم. انت لا تقدم لي بس العبره او بس العبره، أي. قدم لي اياها اثنيناتهم. اثنين موجودات. انت تقدر تصنعهن. اذا تيجي تاخذ عبره انت تصنع العبره. والعبره هاي العبره هذا رثاء، تذكر مصيبه الحسين تبكي، هذا رثاء ما يراد له شيء. نعم. رسول الله بكى عليه، بس هو ما عاش حال الحسين، بكى عليه. وش قال الرسول؟ لقتل ولدي، لقتل ولدي الحسين حراره لن تنطفي، ما قال في قلوب الناس، في قلوب المؤمنين. قلوب المؤمنين. اكو ناس هواي مسيح ومصابئ او كذا ومن غير طوائف، قال المؤمنين الى يوم القيامه. انا اذكر والدتي الله يرحمها بعض الروايات علمت روايه كانها بالسماوات السبع طايره، يقول يوم كنا طايره وفوق، وصلت الطابق السادس السابع، تقول هناك وشفت قرايه، سمعت قرايه، تقربت يم الحراس قلت لهم شنو هاي؟ قالوا حجيه رجعي. قالت لهم بس بابا شنو هاي؟ قال تفضلي. بابا تقول شفت ناس تبكي وواحد على المنبر يبكي. قال يلا حجي ارجع. قالت ما انا راجع، بس شنو هاي؟ قال لهم هذا، قالوا لها هذا مجلس ابي عبد الله الحسين باقي، وهذا جد رسول الله الى يوم صيحه واحده فجميعهم لدينا محضرين. شوف مجلس حسين باقي ومنهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو اللي بدا بالحزن مو احنا. انت ما طول تحب الرسول، تحب على البيت، دمعتك رخيصه على الحسين بس غاليه. نعم. غاليه على غير شيء، على ابوي على امي. زين عمي، اليوم خادم الامام الحسين الرادود هم له مواصفات خاصه؟ اي نعم. شنو مواصفات الرادود الحسين؟ هواي مواصفات. يعني شلون؟ اولا تواضع، اي عدم التكبر، التزام بالمواعيد، لا يخالف، والشرط الاساسي حشاك لا يكذب، يكون صادق مع نفسه وصادق مع القصيده ومع الحضور ومع المجلس.
لا تاخذ المغريات الماديه. يعني هسه احنا نبدي بيهن جزئيه جزئيه، لو ناخذ وحده من عندهن. لا ما ناخذ. انا اريد اخذ وحده من عندهن واسالك بيها. اي اليوم يا عمي يا ابو رياض الصبيحاوي، اليوم اجاك مجلس عزاء ببيت. اي احنا حكينا على اليمن على الالتزام بالموعد. الموعد. اليوم اجاك مجلس ببيت، وعلى اساس انه تقرا لهم اليوم بعد صلاه المغرب. نعم. ورا هذا الموعد اجاك موعد ثاني، قالوا لك عم ابو رياض الله يساعدك، احنا نريدك اليوم تروح تقرا بفلان مجلس وبنقل مباشر وبكذا وبكذا وبكذا. اي ايش راح تفضل، هذا المجلس هذا المجلس؟ يجوز الله يوفقني بهذا المجلس. ذاك لا مجرد اعلام، ما اريد ما اريد، مو يمني. نعم. لو اريد من زمان على الاعلام اركض. كل شيء عرضوا علي. انا لي غايه، انا اعرف نياتك عمي. اي انا اليوم لي غايه من اسالك. أي. اليوم المشاهد اللي يباوع عليك خادم الامام الحسين يشوف ابو رياض الصبيحاوي شلون يحكي وشلون يجاوب على هذا السؤال. انا اليوم من سالتك هذا السؤال اريد اوصل رساله للخادم الحسين اللي يباوع انه اليوم الخدمه مو بالاعلام، لا مو بالاعلام ولا بالدشداشه السوداء وخليت هاي الغتره الملونه وكذا ووقفت. اليوم الخدمه بقلبك. انا فد مره ولا داخل وياك خذ راحتك باحد المجالس، الشيخ دي راح يوصل للنعي. طبيت جيت متاخر، طبيت على الغرفه اللي يقعدون بها رواديد وشعراء وهذه، لقيت واحد يقلب بالقصايد. بس هو ايش لابس؟ لابس تراك سود اصفر هيك يعني لونه وداداس وشعره كله جل وهذه. قلت له عمو شو تسوي انت؟ قال ليش عمو؟ مو الشيخ راح يخلص على مود اقرا وراه. تقرا قصايدك الشعريه؟ قال لي اكتب هذا هندامك تقرا. قال ليش عمو؟ ما انا كنت مستعجل. قلت له خو باكر تعال، هي 10 ايام عندنا احنا، باكر تعال وخذ مساحتك. بس لك قميص اسود. قال لا عمو بالمجلس. قلت له لا ما انا بالمجلس. بهالاثناء دخل بالمجلس. قال لا عمو بالرياض. قلت له هنا انت قايل له يقرا؟ قال انت ما يقرا يبي زحمه شنو ما حتى عبره ماكو. طالع كان شو اسمه ما ممكن. جاي الساحه مال الطوب. قال يعني اي هو فعلا كان ساحه مال الطوب. قال بس انا ما اقرا روح. قلت له اي روح ما تقرا ما خليك صار. خلوه طلع والله شاهد تعجبوا ذول اللي قاعدين. يعني ماكو هو مجلس انا عندي فاتحه هذا يجيني في هندام قبله. انا اذا عندي فاتحه ما قبله. ليه كيف للحسين سلام الله عليه؟ لا والله ما قبله. الرادو يدير باله ينتبه على نفسه من هندامه، وقبل لا يقرا يحضر القصائد والكلام اللي يفيد المجتمع اللي قاعدين. هاي اثنين. وقبل لا يقرا ويصعد المنبر يكون على وضوء. على وضوء من يجي للمنبر على وضوء، ويصعد للمنبر ذليل وينزل من المنبر مقصر. مو قدم هاي شلون صوتي شلون قصت، لا وخرن انت اشتغلت شوف شغلك سجل له لا عفه خلي مع الحسين. ما ينتظر المأجور لا ماكو. اجى طوق عطاء من كل قلبهم. لا تدخلنا بموضوع لا ادخل كمل. انا في مره طونا عطاء قلت له هذا من العطاء. قال لي قلت له انا رجال انت قاعد وعندي راتب. قال حجي هذا هديه الامام الحسين. قلت اكيد مو الي. قال لي قلت اعطيني اياه. حبيته وخليته بجيب. والله ما حسبته. صح. انا مو نعمه من الله صعد على المنبر وانور هاي الناس. انا 3 سنوات في البحرين اقرا والله اخذ الفلوس وين من المطار حتى يضحكون وياي يعني يتلاطفون وياي. يا ابو رياض ما تريد بيزاتك؟ قلت لهم والله شو صار لي 70 يوم مدلل اكل واشرب وخير. هسه عندكم نعم والله ما عندكم انا بس تستوني بالطياره توديني اهلي انا ملك. لهالدرجه والله نصعد للمولات بهاي البحرين طبعا نفس الشيء تريد كل شيء تاخذ. وسبحت بيدي شاهد الله علي وهم يودوني منها تاخذ لك منها ناخذ لك من هذا مله فدوه تاخذ لك هذا كله عندنا هذا عندنا. اصعد بالسبحه وياهم انزل بالسبحه اقول حتى لا يقولون شوف الرواديد العراق شلون نفسهم رخيصه. لا انا امثل الخط الحسيني. انا الحسين كل شيء مطيني. انا بس اثبت على الخط الصحيح واي انت كذلك. الحسين يعطيك المناره وحضرته. الحسين ما محتاج الامام الحسين. احنا محتاجينه. احنا لما ما هو الخير تبي من يعرفك انت ولا من لا ما حد يعرفنا. واخر عنوانك وشوف ما حد يعرف. هاي مو نعمه من الله. الملوك تروح والوزراء هاي تروح وانت باقي بقاك خلود. تروح يم ابو عبد الله ان شاء الله اذا الله قبلنا. زين سيد جاسم هو يدري راح يدفن يم الحسين؟ ما يدري. لا ما يدري والله لو يدري يكون كان يغمى عليه وما تقبل هذا الموعد. بس من مات الحسين قال له تعال صير يمين. عرف النية الصادقة عنده. وكنا مو نتمنى مثل جاسم. سيد جاسم الله يرحمه رحمة الواسعة.
يا ملا حكي وايد. اليوم هو سيد جاسم اكو احد اللقاءات وياه المقدم يسأله شنو علاقتك بالامام الحسين؟ اي قصافين يبتسم. شو جاوب؟ يقول شو جاوب يعني ما اعرف. شو جاوب؟ وين اجاوب؟ والحسين شو جاوب؟ اليوم عمي بهاي العبره اريد يعني نسمع فد مقطع شيء اذا محضر لنا. الحمد لله إلك يا حسين أظل خادم إليك يا حسين أظل خادم والأكبار وصغار الشيعة يفدون والأكبار بدمع زينب أحد فل قد بش زينب أنا حتى بالدمع بدمع زينب أحل فنك والأكبار شريك من له تبيض وجهي قدام الزكية تقول يما هذا من ربعنا خاف يدير وجهك عنه لو صابك العجب والرياء والنفاق والفتن والكسل وكان لك قصيدة لا أبويا القصيدة ذبح روح دولة غير درب من زغر ما ينذر خادم لي حسين من الزغر منور خادم لي حسين غذاني وانا بالمهد واصبح نابض شرياني انا من يوم الولاد شربوني حب علي وطبعوا بوجدان صورة للحسين الضولي أمي رضعتني الولاية ومنها أصبح منهلي جابوا علي من حضرته عالمهد أمي نشرته يا مراسي خلوا بصورته خلوا بصورته أتمنى كنت بحضرته سجلوني بوال يوم سجلوني شيعي وموالي سجلوني بوال يوم شيعي وموالي للخدمة نذروني هالي خادم صباح عنواني. احسنت الله يجازيك خير. نروح ان شاء الله الفاصل ونرجع لكم. رجعنا وياكم البرنامج بودكاست نبرات الولاء. اهلا ومرحبا بك عمي من جديد. الله يسلمك عمي. اليوم عمي انت صار لك باع بالخدمه الحسينيه سنين طويله مجالس كثيره منبر. اليوم راضي عن خدمتك للامام الحسين؟ هذا مو انا قيمه ولا اي واحد يقيم الامام سلام الله عليه لان هو السجل عنده سجل. انا مره من المرات بالرؤيه جتني شفت الامام صاحب العصر والزمان بيده السجل والناس تتوسل بي كل من يقول له تعال مولانا تفضل يمنا وكذا يقول لهم لا انا مو بيدي انا جايب امر كل من اسمه مسجل بدفتر جد الحسين انا امر له. حتى انا يعني فرحت لان هو دق الباب علي قلت له انا اسمي مسجل قال شوف السجل شفت السجل قال انا هسه من يمك ورايح الداخل الله يرحمه هذا واحد قصاب قطاع 25 ابو عدي هذا رجال يقيم مجالس بيان ذاك الخوف والرعب وهذه بيته اهل البيت كذا وهذه قال شوف من يمك شفت كلمه صح من يمك وراح اروح الداخل. هاي ناس ورات تتوسل بي ما يروح لهم يقول لهم اللي اسمه مسجل بالسجل انا امر لليوم لا تخلوني عندي شغل هواي. المهم فزيت اني طلعت حمدت ربي وشكرته رحت الداخل. رحت له من الصبح قال ها برياضي قلت له يقول لك هيك البارحه الرؤيه
راسا خابر على بيتهم بالارض. قال ام علي لحق اليوم وجيت الرؤيا ابو رياض جاني قال هاي الناس يعني صادقه مسجل يعني اسمها مسجل. زين انا لما ما وقعت مريض ودوني يعني المستشفى يسوي العمليه الشيء اللي يقصون ظهري يمخرون الفقرات الحبل الشوكي الفقرات نايمه علي ما ادري شلون وهذه. والدكتور هندي واللي اخذني واحد من اصدقائنا حج رحيم الله ينطيه العافيه ان شاء الله وتحياتي له ودفع فلوس بالدفتر ونص. والعمليه راح تبدا وحضروا البراق وهاي الشغلات بس هذا الدكتور اللي يقيس الضغط والسكر تاخر عليهم. انا هنا وقف عندي قلت له يا ابو عبد الله انا خادمك من 6 محرم 68 يطيبني الهندي. شو ما عقلها انا راح ازامط واقوم راح ارفض العمليه وانت بعد برسول الله وابن فاطمه لو احنا عندنا مصداقيه ويا الناس بكلامنا والتزامنا بكم احنا خلينا انا حتى لو مخلينا حال التكنس ما اقدر امشي. انا هم موافق بس ما اعوفك حتى لو تعوفني انت انا موافق. قلت له ولدي يلا رياض يلا ابوي يشيلوني. قال ابوي وين؟ ما انا احكي وين نفسي؟ قلت له ابوي ما سوى عمليه. قال يا ابا بعد خلص الدكتور هذا يترجم وين هندي؟ قال حجي الاغراض جابوهن والمبلغ استلم وهسه بس يجي هذا يقيس الضغط والسكر تدخل. قلت له ما سوى عمليه. هاي ما سووا بعد سبحان الله. اي والله شالوني رجعنا للبيت كذا وهذه شو ثاني يوم الساعه 11 قمت. هاي ما بيه قبول. لا طبعا رجعت الفلوس وهذه. رحت للامام قلت له انا اشكرك سيدي والله ما ادري شلون اشكرك سويت بي وانا مقصر وياك وهذا اللي اقدمه كله هيك بس ابكي على ابكي مو بي انا شعاري البكاء. وانا جايك بعد بطلب واحد كبرنا وهذه اريد اروح انت عزيز الله واريد اروح البيت الله والله هيك والله ودعتك من الاول سبحان الله. الله والله قلت له انت عزيز الله وانا مشتاق ازور بيت الله. ثمان لا وجيت البيت اجابني رياض الله يحفظه ان شاء الله يطول طول العمر ويرزقه ويستره من شر ابن ادم. قال لي ابوي ما تاخذ امي وتروح للحج؟ قلت له ابوي شنو؟ قال ابوي بعد يومين ينسد الحجز مع الحجاج هاي 2014. قلت له ابوي شو الوالد صار 10 سنين 15 سنه مسجله معك. قال ابوي احنا نسجل وهاي الفلوس جبت لك. الله يجزاك. الحجه قالت لي توكل معطول يلح والولد يلحون. رحت سجلت صدق اسبوع يطلع اسمي ويا الحجاج بالتلفزيون طلع الاسم معقوله. الحسين يا مال الحسين اكيد الامام الحسين. انت اشتغل ويا الحسين ما له شغله بالنادم. ينطيك مرات تسولف لي تقول لي كذا وكذا وكذا لا ما له شغله. زين عمي اليوم اكو مرات نشوف اطفال جاي يخدمون ذولي شنو الفطره اللي هذول على فطرتهم ذول مقبولين جزاهم الله خير لان النطفه اشتغلت صحيح. نطفتهم نظيفه اشتغلت صحيح. شنو نظرتك انت بالنسبه لهم؟ هذول رزق وكسب ان ذول هي امتداد القضيه لهم تصير بس كل حد يلوثهم لا حد يمشيهم بغير امور لان هذا طفل بعده خام بعده ورقه بيضه وجاي يخدم. خلي بهاي الخدمه شجع بهاي الخدمه لا تخليه يروح انه يمنى يسرى بهاي الموجوده هسه الموجات والمباحات والموجات من علامك. هذا الحسين اكيد الحمد لله وشكر. عمي اليوم الخدمه الحسينيه صارت اسماء وصارت عناوين كبيره والرادود الحسيني ما يقرب فلان مكان الا بفد ديكور معين والا بكاميرا معينه والا بصوت معين. خليه ايش تبي منه؟ قطيع هذا مريض ادعي له بالشفاء. شلون؟ هذا ادعي له بالشفاء. انا خوب اكو ناس مقربين خوب انا وياك يعني بنفس الوسط وبنفس الخوه الحمد لله وشكر. اليوم اكو ناس مقربين خوب يعني سمعت اني سبحان الله هذا الحكي مو هسه يعني قبل سنوات قدموا له مبلغ معين قالوا له تقرا بفلان مكان قال ما اقرا. والمبلغ انا باوعت مبلغ يعني زين يعني مو فد هديه بسيطه. قال انا رزقي رزق عيالي. تشوف اليوم خادم الامام الحسين زين انه يخلي مصدر رزقه الخدمه. الحسين هو اجر واجره. نعم حسين اذا جتك هديه من انت بس تتعامل انت مو مطرب زحمه شلون انت لك جرأة تقول له اريد هالقد شو على اساس الحسين مبالغ. وهو اليوم عمي اليوم المجالس صارت مع احترامي يعني مع احترامي لكل المجالس الاغلبيه المجالس صاروا يعني يحبون الرادود اللي يطلب اللي
اللي شلون يصعب عليهم الامر. هو يريد ينطق خليه ينطق، ما حد قال له لا. هو يريد ينطق خليه ينطق، جزاه الله خير. رادود مثلا يعطي هديه عادي، بس مو يطلب. صار ما مرغوب. لا، الرادود اللي ما ياخذ عطاء صار ما مرغوب. ما يخالف وياك متفقين على ما مرغوب. الى حد يود احد يدز عليه ما مرغوب. الم عيالي واقرا لهم اقعد بالبيت. صدق شو من حبيبي؟ لا اكيد. بالعكس هاي نعمه، هاي اذا ما يردون على مود الماده كودا ما يطلبها لو انا اريد طلبتي من الحسين. انا اخذ منه عبد الله. هاي شنو هاي؟ وسخ دنيا. دخل يعطونا كاس الدنيا كلها. ايش تطرح؟ ايش تجمع الناتي الصفر؟ ايش صدق ولا؟ زين. خلينا مع الحسين. اكيد. زين اليوم اذا فد يوم بعالم الرؤيه وقاعد انت ويا مجموعه رواديد، مجموعه خدام، اجى الامام الحسين عليه السلام واختارك، قال لك قوم يا ملا برياض الصبيحاوي اقرا لي. ايش راح تقرا؟ وش راح تقدم؟ صعبه. اقول له سيدي نقطه في بحر، هي بس شوفتك هاي راد لها قرايه، بس كلامك هذا هو يراد اقرا يا سيدي. احنا خلصنا هذا عمرنا هسه، عمري يعني عبر 70. انا ما ناس الحسين يوم لحظه الحمد لله ابدا. ايش اقرا لك سيدي؟ وجودك هو هذا قراءه، كلامك هذا هو قراءه. اما الحدث اللي انت بيه بكيت بملائكه الارض والسماء، انا شنو؟ بكى جدك رسول الله قبل البشريه كلها. شيء يقول الحسين، بس الحسين ما يجي لهذا الشان، دير بالك ابدا. مرات الحسين انت تروح له انت تروح له تزوره، سؤال لا يروش عنك. لو تدعي سنه ما يباوع لك، مرات لا يباوع لك، يقول لك ها ايش تريد؟ من تروح له بقلبك. اي ايش تقرا من تروح للحسين؟ اقول له سيدي الله يساعدك سيدي، شلونك؟ شلون صحتك؟ الله وكيل من الشباك، عظم الاجرك مولاي، باستشهاد اخوك ابو الفضل عباس، باستشهاد اخوتك الانصار عبد الله الرضيع علي الاكبر، الله يساعدك. حرمك راحت سبايا، انا جايك بطلب مولاي في كل وضعيه واحده اثنين ثلاثه، وانا ضايج كلش. بهاي الطريقه. اي واحد يقول لي قوم روح، راح تلقاه منتهي حق هو الحسين. وذا تريد تقرا صحن الحسين؟ بصراحه ما اقدر اكمل، اقرا مو ما اقرا، بس ما اقدر اكمل. شو تحضر؟ شو تقرا؟ يحضر عندي كل شيء، احضر الحسين يعني انت تشوف مثلا هذا الكلام تقرا للامام الحسين يعني يليق بالمقام. اقول يا رايح تزور حسين ومتعني الى عنايه، بدربك زور ابو فاضل عضيده وصاحب رايه. هنا بقت اكو ناس تلومنا، انتم تزورون كذا وانتم تقولون كذا، لا احنا راح نقول لهم اذا رايح تزور حسين نيتك لله خليها. وين صارت؟ وصلاتك والزياره تكون لوجه الله تنويها. وينه؟ ادعي بحضره المظلوم. شوف شلون تلقيه. هسه هاي كملناها النيه والعمل، اجينا على الدعاء، ادعي بحضره المظلوم. شوف شلون تلقيه، ولما توصل للباب جيت محب وجاي لاحبابه، خلها العين سجاب، ترى هذا حسين ابو السجاد حضرته نور وهدايه، تيده نور تيده هدايه. عاد انا شقل له يا رايح تزور حسين اوصيك، قال له شنو وصيتك؟ قال له اقعد بالصحن ساعه. قال له ليش؟ قال له اذكر من جت زينب يمه بساعه وداعه، هنا زينب ودعته، واذكر من جت الخيل فوقه وداسه طلاعه، وذكره بينقطع نحره، وسهم الطلع من ظهره 3 ايام على القبر، ظل مطروحه بالسجاد ما حد يقرب وشاله. ولا ها عبره كل عامل يمر لحسين، عبره واخذنا من معاني الحزن. عبره ترى الدنيا متاع وجسر، هاي الدنيا شنو؟ ايام ولا قد تعيش ايام، ومتاعنا عملنا بهالدنيا ان شاء الله تعالى. بلايا الزمن كل وقت ويانا، بلا كله بلاوي، بلايا قاسي وكور علينا. بلايا حب حسين ما نقدر، بلايا الامل بالعمر حب ابن الزج. امين يا رب العالمين. الله يطول عمرك بالخدمه الحسينيه، وشرفتنا اليوم ونورتنا، والله يرحم هاي الدمع وهاي الشيبه
هذا واحد ما مو هسه. والله الله يخليك ان شاء الله عم للخدمه الحسينيه. الحمد لله. الله يديمك ان شاء الله، شرف للخدمه. الله يسلمك الله يديمك. وصلنا لختام حلقتنا بهذا البرنامج المبارك، ان شاء الله نعود لكم ببرنامج جديد وحلقه جديده. مع السلامه.